أبطال سنة رابعة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا أبطال الصغيرين، حيتان صغيرين بتوع مس مارينا. يا رب نكون ذاكرنا الدرس اللي فات ويكون كان سهل عليكم زي الفل. بعد ما خلصنا الدرس الأولاني يا أبطال اللي بيتكلم عن الأماكن والاتجاهات، تعالوا بسرعة معايا النهارده هناخد الدرس الثاني وبيتكلم عن الخريطة في حياتنا. هل الخريطة دي مهمة ولا مش مهمة؟ وهنعرف عنها إيه؟ تعالى معايا. بص يا مس، هي مش الخريطة بتحدد برضو اتجاهات؟ وعليها أماكن؟ أيوه. طب إيه لازمتها؟ ما أنا خدت المخطط. أقول لك بص يا ستي، المخطط ده لأماكن صغيرة، إنما الخريطة لأماكن كبيرة. ينفع أرسم العالم ده كله على مخطط؟ ينفع أرسم مصر دي كلها على مخطط؟ لا، برسمها على حاجة اسمها خريطة. المخطط ده بيبقى بوصف بيه مدينة، بوصف بيه مكان زي ما احنا خدنا الدرس اللي فات. فالنهارده الاتنين رسمه، وما دام مسكت القلم ورسمت يا اما مخطط يا اما خريطه. طب هعرفهم من بعض ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. قال لك يا سنه رابعه ان المخطط ده ثانيه، قال لي عندي هنا يا سنه رابعه ان المخطط ده هو رسمه بس عباره عن شكل صغير مبسط لفكره مين؟ الخريطه. يبقى المخطط عباره عن ايه؟ شكل مبسط لفكره الخريطه. تاني، شكل مبسط لفكره الخريطه. يبقى المخطط انا مجرد ان انا خططت كده خطوط اهو، قلت لك زي رسم كروكي، خططت البيت بتاعي او خططت المكتب بتاعي او خططت المدرسه بتاعتي، دي رسمه مصغره لمين؟ لفكره الخريطه. يبقى لما يجي لك هنا تعودنا نحط اسئله، اكتب ما تشير اليه العباره، شكل مبسط لفكره الخريطه، يبقى مين؟ المخطط. طب ما المقصود؟ يعني تعريف المخطط هقول له شكل مبسط لفكره الخريطه. طيب بص معايا، النهارده بقى انا هاخد الخريطه. الخريطه دي عامله عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، العلماء زمان جه عالم كده اسمه الادريسي، مش لازم تعرف اسمه يعني، بس انا بحكي لك القصه. قال لك انا لازم ارسم ايه؟ الخريطه دي. فيعمل ايه؟ قام جايب ورقه وقلم وشويه حاجات تانية عشان يوضح الخريطه تبقى احلى خريطه في العالم كله. فيعمل ايه الراجل ده؟ ما دام جاب ورقه وقلم وشويه الوان وشويه رموز حطها عشان يعرفني، يبقى اسمها خريطه. يبقى الخريطه اللي رسمها بتاعت العالم كله كانت فيها عباره عن ايه؟ شويه رموز والوان واستخدم فيها قلم. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه خريطه؟ هي رسمه. ما انا قلت لك ما دام مسك القلم وحط ورقه ورسم يبقى اسمها رسمه. رسمه كبيره ولا صغيره؟ صغيره، زي ما قلت في الفيديو اللي فات. عايزه مثلا ارسم نهر النيل، هجيب ورقه بطول نهر النيل عشان ارسمها؟ لا. عايزه ارسمك انت شخصيا، هجيب ورقه بطولك وبحجمك انت عشان ارسمك؟ برضو لا. عايزه ارسم اي اوضه، هجيب ورقه كبيره؟ برضو لا. مش لازم اعمل ده كله، ممكن على ورقه صغيره قد كده ارسم رسمتي عادي. يبقى الخريطه عباره عن ايه؟ رسم مصغر. طيب الراجل ده لما رسم مين؟ رسم اوضته؟ رسم سطح الارض كله يا مس؟ ممكن كله او ممكن جزء صغير عادي. ممكن يرسم خريطه العالم كلها، ممكن يقول لك لا ده انا هرسم خريطه مصر بس، خريطه قاره افريقيا بس. هو حر. الخريطه عندي متجزأه، ممكن ارسم الخريطه بتاعتي جزء من سطح الارض يعني اللي انا عايشه عليها، او كل سطح الارض، كل اللي فيها بقى نهر وجبال وبحر، كل حاجه على الارض ارسمها زي ما عرفتك كده في خريطه مصر. طب يبقى انا عندي دلوقتي الخريطه بتاعتي عباره عن ايه؟ فهمها بالراحه. رسم مصغر حلو لمين؟ لسطح الارض. كله؟ قال لك او جزء منه. يبقى يا كله يا جزء منه. طب هو يا مس مارينا الراجل ده لما جه رسم استخدم ايه؟ قال لك استخدم رموز، الوان، مقياس، رسم محدد. طب فهميني كده عشان مش فاهم. هقول لك رموز دي يعني مثلا هفهمك كده بعدها دلوقتي على الخريطه. بص معايا كده، اجي مثلا اقول لك كده على الخريطه، شايف المربع الصغنن ده؟ بيقول لك جنبه العاصمه. فانا عرفت ان الخريطه دي اول ما اروح عند المربع الاحمر والاقيها القاهره، ايه ده؟ عرفت ان العاصمه بتاعت مصر اسمها القاهره، تصدق؟ فانا كده عرفت معلومه. ايه ده؟ معنى الخريطه لو ما فيهاش رموز مش هعرفها؟ لو ما فيهاش الوان مش هتوضح لي؟ برضو لا. فانا عندي هنا لو انت المربع ده باحمر وقلت عليه عاصمه، فانا عرفت ان القاهره عاصمه. طيب عمل لك نقطه سوداء وقال لك ان دي مدينه،
النقطة اللي عملها دي لون والدايرة دي رمز، فأنا عرفت مثلا إن سوهاج دي اسمها مدينة سوهاج مش محافظة سوهاج، أو اسمها مثلا إيه؟ ما اسمهاش مثلا قارة سوهاج، أو ما اسمهاش دولة سوهاج، اسمها مدينة. دي برضو اسمها مدينة الغردقة، ما اسمهاش العاصمة بتاعتي الغردقة. يبقى أنا فهمت من مين؟ من الرموز والألوان اللي حاططها. عرفت إن الخط ده اسمه نهر النيل. عرفت إن المربعات الكبيرة اللي هنا دي يبقى اسمها بحار، يا بحر احمر يا متوسط. ايه ده؟ يعني دي شويه الرموز والالوان، رسومات بسيطه بيبدا يحطها فين؟ في الرسمه بتاعتي عشان تبين. طب وشويه الوان استخدمها، يعني مثلا لون البحر ازرق، لون الصحراء اصفر، لون حاجه خضراء بزرع فيها اخضر، وهكذا. طيب حاجه ثانيه كده، عرفنا الرموز والالوان. ايه بقى مقياس الرسم اللي انا من شويه كنت بكلمك عليه؟ هل عشان ارسم رسمه، انا دلوقتي في الخريطه دي جايبه مصر كلها، هل الورقه دي قد مصر كلها؟ هل ده حجم البحر في الطبيعه؟ لا مستحيل. هل النقطه بتاعت القاهره دي هي حجمها في الطبيعه؟ برضو لا. هل البحر المتوسط ده هو حجمه في الطبيعه؟ برضو لا. امال ايه مثل مقياس الرسم ده؟ ان انا ممكن ارسم اي حاجه بس بمسافه معينه على الخريطه. يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك مثلا ممكن ارسم كل سنتي هنا او كل 100 كيلو متر بسنتي. يعني لو انا همشي على الطبيعه 100 كيلو متر، مسافه طويله جدا، هرسمها بسنتي بالمسطره على الخريطه عشان اعرف ارسم خريطه صغيره. لو همشي مثلا على الطبيعه مثلا كتير 200 كيلو 500 كيلو، ممكن مثلا ارسمها ب 2 سم على الخريطه. سنتي يعني ايه؟ يعني حاجه صغننه كده. فيبدا بقى سنتي جنب سنتي جنب سنتي جنب سنتي، فاسمه مقياس رسم. وبتبقى دي رسمته تحت كده مسطره وعليها ارقام عشان يقول لك هو ماشي على الخريطه بكام سنتي بالمسطره وكام كيلو متر على الطبيعه بيمثله، عشان اعرف المسافه. طب انا بعرف كده ليه؟ عشان مثلا حد يجي يقول لك ايه، هو لو انا عايزه اروح اسكندريه، تعرف من منوف لاسكندريه كام كيلو؟ فيبدا يحسب. وهعرفك هنحسبها ازاي دلوقتي، بس ناخدها خطوه خطوه. يبقى الخريطه عندي تعريفها عباره عن ايه؟ اول ملمح خريطه اقول له رسم مصغر. اول ملمح خريطه اقول له رسم مصغر. اول ملمح مخطط اقول له شكل مبسط. اول ملمح مخطط اقول له شكل مبسط. يبقى تاني، اول ملمح خريطه اقول له رسم مصغر. اول ملمح مخطط اقول له شكل مبسط. يبقى لو جالي اكتب ما تشير، شكل مبسط يبقى مخطط، رسم مصغر يبقى خريطه. شكل مبسط يبقى مخطط، شكل مبسط يبقى مخطط، رسم مصغر تبقى خريطه. طب رسمه مصغره افهم نفسي محفظتي وخلاص لمين؟ رسم مصغر لسطح الارض او جزء منه باستخدام 3 حاجات: رموز، الوان، مقياس، رسم محدد. تاني تعريف الخريطه مهم جدا ومفيش امتحان بيعدي منه. يجي يقول لك بقى عرف الخريطه، اكمل نقط هي رسم مصغر لسطح الارض، اكتب ما تشير هي رسم مصغر لسطح الارض، فاقول له مين؟ الخريطه. يبقى الخريطه عباره عن ايه؟ رسم مصغر لسطح الارض او جزء منه باستخدام على ايدك رموز، الوان، مقياس، رسم محدد. وفهمت كل واحده تعريفها ايه، ولسه هاخدها بطريقه اوضح شويه. تعالى كده يا شباب نتكلم على الجزئيه اللي بعدها. بص معايا، الخريطه عندي يا سنه رابعه زي ما انا عرفتها لك كده المره اللي فاتت وغنيناها. حلو، وغنيناها مع بعض وعرفت ان دي خريطه مين؟ مصر. طيب زي الفل، وغنيناها المره اللي فاتت، ولو ما شفتش الفيديو ده هتلاقيه عندك في الفيديوهات اللي قبل كده. الخريطه اللي عندي دي، هل انا لو جبت لك كده الخريطه، انت طالب سنه رابعه دخلت الدرس، فانا عملت لك كده وقلت لك شفت الخريطه اهي، انت بدات تعرف على الخريطه معلومات؟ لا مش قوي. طب عرفت الخريطه دي خريطه مين؟ لا برضو مش مكتوب قدامي حاجه مثل خريطه بس. طيب بدات تعرف دي مدينه ولا دوله ولا هضبه ولا جبل ولا بحر؟ لا برضو. طيب يبقى الخريطه ما ينفعش تتفهم غير لما يكون ليها 4 اخوات. 4 ايوه، ماشيين معاها لازقين فيها، مستحيل يستغنوا عنها، عشان لو استغنوا عنها انت مش هتفهم حاجه وانا برضو مش هعرف حاجه. طيب مين ال4 اخوات دول؟ قال لك عندها اخ كبير اسمه، بص معايا بقى واحده واحده كده، اخ كبير اسمه عنوان الخريطه. ماشي،
طب تاني حاجه قال لك حاجه اسمها مفتاح الخريطه. يبقى اول اتنين ايه؟ عنوان الخريطه، مفتاح الخريطه. تالت عنوان وردة البوصله. ايه ده احنا مش لسه واخدينها؟ بس دي حاجه شبهها كده. اقول لك البوصله دي اللي بتحدد الاتجاه، اي بوصله تلاقيها تقول تحدد الاتجاه على طول. اخر حاجه عندي مقياس الرسم. ايه ده مش ده اللي لسه قايلوه في التعريف؟ ايوه هو، وهنشرح نفس التعريف تاني. يبقى تاني عندي الخريطه ليها حاجه اسمها عناصر الخريطه. اسمها ايه؟ عناصر الخريطه. فاجي اقول لك في الامتحان اكمل من عناصر الخريطه نقط ونقط. انا عندي كام عنصر؟ 4. يلا نغنيهم مع بعض. عنوان الخريطه، مفتاح الخريطه، وردة البوصله، مقياس الرسم. تاني، عنوان الخريطه، مفتاح الخريطه، وردة البوصله، ومقياس الرسم. ينفع اي خريطه تمشي من غير دول؟ انا اقدر استغنى عن ماما وبابا في البيت؟ لا. اقدر استغنى عن اخواتي؟ برضو لا. لازم ما اقدرش استغنى عنهم، لازم يكونوا مع الخريطه. لازم يكونوا مع الخريطه. طب هي ايه مهمتهم يعني؟ تعالى اقول لك كده. نبدا الاول بعنوان الخريطه. ابدا الاول بعنوان الخريطه. بص معايا، لو انا دلوقتي اول ما دخلت الدرس قعدت اشرح، انت هتفهم حاجه؟ لا. يعني اول ما دخلت كده قلت لك المخطط تعريفه ومش عارفه ايه والخريطه تعريفه، طب يا مثل العنوان مش فاهم. طب انا خدت انهي درس، الاولاني ولا الثاني؟ برضو مش فاهم. فاذا اي خريطه بدون عنوان انا مش هفهمها، لان العنوان هو اللي بيعرفني المعلومه. زي دلوقتي مثلا لما جينا بنشرح الدرس فقلت لك النهارده العنوان اسمه الخريطه في حياتنا، فانت اوتوماتيك عرفت ان انا هتكلم النهارده عن مين؟ عن الخريطه. طب دلوقتي انا جبت لك الرسمه وقلت لك دي خريطه جمهوريه مصر العربيه، فانا عرفت اوتوماتيك ان دي خريطه مين؟ مصر. ينفع واحد قاعد يقول لي دي خريطه افريقيا يا مس؟ لا، مكتوب قدامك خريطه مصر. ينفع حد قاعد يقول لي دي خريطه اسيا؟ لا، مكتوب قدامي خريطه مصر. يبقى خريطه مصر دي هي مين؟ العنوان. يبقى انا لما قلت العنوان عرفتك ايه؟ موضوع الخريطه عن ايه. طب هنحط اسئله؟ هحط هنا سؤال بما تفسر. اي عنوان من دول او اي عنصر من دول عليه سؤال مقالي بما تفسر. بما تفسر يعني ليه؟ اهميه عنوان الخريطه هو مهم؟ اقول له بيعرفني موضوع الخريطه. يبقى هسهلها لك كده، عنوان الخريطه بيعرفني موضوعها. تاني، عنوان الخريطه بيعرفني موضوعها. ايه الموضوع النهارده يا مس؟ بقول لك خريطه مصر بس، خلاص انا عرفت ان اتكلم عن مصر. طب نيجي لتاني واحد، مفتاح الخريطه. ايه مفتاح الخريطه ده؟ ينفع ادخل بيتك من غير مفتاح؟ لا. طب لو دخلت البيت من غير مفتاح، حرامي مثلا هيبقى داخل عارف فين المطبخ، فين الحمام، فين الاوضه، هيبقى متلخبط. انا جايه عندك ضيفه لاول مره، هبقى قاعده في الصاله عارفه ده هنا حمام هنا مطبخ؟ لا طبعا، انا ما اتفرجتش على الشقه قبل كده عشان اعرف. فانا برضو ما اعرفش حاجه عن الخريطه. انا لسه طالب صغير في سنه رابعه، ما اعرفش حاجه عن الخريطه. اعرف ازاي يا مس مارينا؟ هقول لك اعرف عن طريق حاجه اسمها مفتاح الخريطه. مفتاح الخريطه يعني ايه؟ مفتاح الخريطه يعني دي الحاجه اللي هتفتح دماغي، هتخليني افهم. والمفتاح ده بيبقى غالبا اهو موجود في الجنب، اهو مربع صغير، يبقى موجود هنا، موجود هنا، موجود فوق، المهم انه موجود. بيبقى فيه شويه معلومات. شويه معلومات زي ايه؟ قال لك مثلا الالوان البني هتلاقيها دي مناطق مرتفعه زي جبل مثلا، الاصفر دي صحراء، الاخضر دي مناطق مش مرتفعه قوي، الازرق ده مثلا بحر، المربعات الحمراء دي عاصمه، النقطه دي مدينه. ايه ده؟ طب بص تعالى اما ابص على الخريطه كده اهو. انا لو اديتك الخريطه دي ومش عندي الالوان دي، هتعرف هفرق ان ده بحر ودي صحراء ودي ممكن نهر ازرع فيه؟ لا، لو انا مش ملوناه. طب انا دلوقتي لونت، عملت لك النقط سودا هنا وقلت لك ان في مدينه هنا على البحر اسمها الغردقه، عرفت هنا ان على نهر النيل في واحده اسمها سوهاج، عرفت ان اللي متلون بالازرق دي بحار، عرفت ان اي حاجه بني دي فيها جبال وحاجات عاليه جدا، عرفت ان اللون الاخضر ده اماكن ممكن ازرع فيها. ده انا عرفت حاجات كتير قوي من المفتاح ده. يبقى المفتاح ده عباره عن رموز والوان. تاني، يبقى مفتاح الخريطه عباره عن ايه؟ رموز والوان بتعرفني وتفهمني الخريطه بتاعتي يا سنه رابعه. فلما اجي اقول لك عندي هنا مفتاح الخريطه ده عباره عن ايه؟
رموز والوان بتعرفني ايه؟ الخريطه. بتفهمني ايه؟ الخريطه. انا من غيره مش هفهم. فزي ما قلت عنوان الخريطه بيعرفني موضوعها، مفتاح الخريطه الوانها ورموزها. قال لي الوان قايل لي رموز، اقول له مفتاح على طول. العنوان تحت اهو. يجي يقول لي في الامتحان يعمل لي كده ويقول لي يسمى نقط عنوان الخريطه، يسمى نقط مفتاح الخريطه. بس بتجيلي ازاي بقى على الخريطه؟ بص معايا، هقول لك بس الاثنين دول عشان ما لخبطكش. انا عندي الخريطه يا سنه رابعه بتيجي ارقام. يعني ايه ارقام؟ 1 2 3 4. واجي اقول لك كده بره واحد، ماشي، عنصر من عناصر الخريطه. حلو كده، وحاطط لي رقم واحد هنا على المربع ده، هو مكتوب فيه بيانات كده. يجي بقى يقول لك مثلا نهر، بحر، عاصمه، مدينه، المهم اي بيانات مكتوبه في الجنب كده وعليها رقم. وقال لك عنصر من عناصر الخريطه، يبقى اسمه ايه؟ مفتاح الخريطه. طب جاب لي الرقم هنا وقال لي عنصر من عناصر الخريطه، عنوان الخريطه. يبقى اول اتنين خدتهم. بيجي لي لازم اعرف مكانهم على الخريطه. ايوه، اعرف ان ده عنوان وده المفتاح. المفتاح فيه شويه بيانات. العنوان عنوان الخريطه بتاعتي. يقول لك خريطه مصر، خريطه تضاريس مصر يعني شكل السطح بتاع الارض، خريطه مثلا موقع مصر يعني مكان مصر فين على الخريطه. تمام كده؟ طيب نيجي لثالث عنصر من عناصر الخريطه وهو مقياس الرسم. مقياس الرسم عندي وانا قلت لك من شويه ان هو عباره عن نسبه، مسافه بنمشيها. انا مش اللي همشيه على الطبيعه هو اللي همشيه على الخريطه، بدليل ان قلت لك انها رسمه مصغره. فقال لك هنا هو نسبه بين حاجتين، المسافه على الخريطه واللي بمشيها على ارض الواقع يعني على الطبيعه. تاني مقياس الرسم تيجي كتير في الامتحانات وبتلخبط. اول ما يقول لك مقياس الرسم كلها سينات. مقياس الرسم النسبه بين حاجتين، المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. المح مسافه احط مقياس، المح مسافه نسبه احط مقياس الرسم. يبقى مقياس الرسم عباره عن ايه سنه رابعه؟ نسبه بين حاجتين، المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. ايه ده؟ مكتوب ارض الواقع يا مس. هي ارض الواقع هي الطبيعه. فيجي يقول لك في الامتحان اكتب ما تشير اليه العباره، نسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. لحظه يا مس بسرعه، مقياس الرسم. شاطر. طب بما تفسر اهميه مقياس الرسم اكتب نفس التعريف. هو يشير للنسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة وأرض الواقع. يعني دي نسبة معينة. الراجل اللي رسم الخريطة ابتدأ يمشي بمسافة معينة بالسنتي على المسطرة عشان يقدر يرسم رسمة صغيرة. ما بيجيبش ورقة قد البحر عشان يرسم البحر. تمام كده؟ فحاجه اسمها مقياس ايه؟ رسمي. يبقى انا اول ثلاثه خدتهم بسرعه. عنوان الخريطه بيعرفني موضوعها واللي بغنيها عشان بتيجي بما تفسر. اهميه عنوان الخريطه اقول له بيوضح لي موضوعها. اهميه مفتاح الخريطه اقول له بيعرفني الوانها ورموزها. يقول لك مقياس الرسم اقول له النسبه بين حاجتين، المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. ببدا بالخريطه الاول. اخر عنصر عندي يا سنه رابعه وهو ورده البوصله. ورده البوصله قلت لك اي حاجه فيها بوصله تحدد الاتجاهات. اي حاجه فيها بوصله تحدد الاتجاهات، ودي اللي شرحتها في الفيديو اللي فات لما قلت لك اي خريطه هتلاقي فيها اتجاه الشمال اهو، دي اسمها بوصله. البوصله دي بقى عندي ايه؟ قال لك بتحدد موقع الاماكن والاتجاهات على فين؟ على الخريطه، وبتشير دايما لاتجاه الشمال. ليه عماله تاكد يا مس على اتجاه الشمال ده؟ عشان بيجي يقول لي البوصله تشير دائما لاتجاه نقط الشمال. انا لسه واخده النجم القطبي الشمالي اتجاه نقط الشمال. طيب قلنا يعني ايه بوصله؟ قلت عباره عن اداه تحتوي على ابره مغناطيسيه تشير دايما الى الشمال بتحدد باقي الاتجاهات. تمام كده يا سنه رابعه؟ يبقى انا عندي كده خدت مين؟ ورده البوصله. اي ورده بوصله اقول له بتحدد مين؟ الاتجاه. تعالى ما اقول لك بقى الاربع عناصر. قلنا النهارده ببساطه يعني ايه خريطه؟ قلت اقول لك خريطه تقول لي رسم مصغر لسطح الارض باستخدام رموز، الوان، مقياس رسم محدد.
الخريطة ينفع تمشي لوحدها؟ مستحيل يا مس، ما فهمش حاجة. عايزة كم عنصر؟ 4. عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، وردة البوصلة، مقياس الرسم. غني الأهمية، كل واحدة عليهم بما تفسر. أهمية أي واحدة فيهم لازم أعرفها، أو أكمل أو اكتب ما تشير. أجي أقول لك تاني، عنوان الخريطة بيعرفني موضوعها، مفتاح الخريطة ألوانها ورموزها، مقياس الرسم النسبة بين حاجتين، المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، ووردة البوصلة بتحدد الاتجاهات، ووردة البوصلة بتحدد الاتجاهات. بس كده، تمام؟ يا رب النهارده يكون الدرس كان بسيط عليك وسهل. احفظ لي الاربع عناصر دول واستناني في الفيديو الجاي عشان نكمل بقيه الدرس معانا يا بطل. اسالك سؤال في نهايه كل حصه زي ما متعودين، قول لي في الكومنتات ايه اهميه مقياس الرسم. يلا بسرعه اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب للقناه، وتشارك كل زمايلك واصحابك اسم قناه مس مارينا. وما تنساش حاجه مهمه، مع مس مارينا حتشبسوت هتخليك في الدراسات حب.